هل فهمت الآن ما يجب علينا فعله؟ نعم، سيصل السواح الأجانب إلى الفندق بعد عدة ساعات من الآن، ويجب أن نكون في استقبالهم ونلقنهم درسا لن ينسوه. أي درس يا غبي؟ أي درس؟ ونحن سننسفهم من على وجه الأرض، يعني سنمحيهم من الدنيا. يستاهلوا، بس احتمال عملية التفجير هذه التي سننفذها لقتلهم ستصيب عددا من المواطنين الأبرياء المتواجدين في الموقع. يستاهلوا، من قال لهم يسايروهم؟ أنا لم أقصد الذين يمشون معهم، وإنما قصدت الذين يمشون بجوارهم في تلك اللحظة. فليذهبوا جميعا إلى الجحيم، ولتعلم أيها الفتى أن هدفنا أسمى وأكبر من هذه التراهات والأشياء التافهة. وهل تعتبر حياة الناس أمور تافهة؟ ويحك أيها الأرعن، أنا أعلم منك في هذه الأمور، فلا تجادلني. سامحني، نسيت أنك أخبر مني. لا تسألني مرة أخرى، فأنا أدرى منك، ويجب عليك أن تطاوعني على طول من دون ما تسألني. أنا آسف، آخر مرة. والآن ما الذي يجب علينا فعله؟ يجب أن نذهب للبحث عن وسيلة التنفيذ لكي ننفذ العمليات بواسطة الوسيط. ماذا تعني بواسطة الوسيط؟ أيها الغبي، ألا تعرف ما معنى وسيط؟ يعني طرف ثالث. هيا بنا. ويحك، ثكلت أمك، كنت توظفنا وتقتلنا وتطيح بنا. حفاك لا تخف أيها الرديد، لاني أدرى منك. هيا. عليك أن تتذكر. ماذا؟ علينا أن نتنكر. الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأرعن. نعم. هل أنتما جاهزان؟ نعم، جاهزان. وأين زميلك الرعديد؟ الرعديد قد كان هنا بجانبي ولا أعلم إلى أين ذهب. أنا شاوريك يا الرعديد، شاوريك. كلما عشاؤكم لا أجدكم، يعني نجيب فلوس من الشارع. هل رأيت؟ والله إنها فعلة مغبرة. نعم. جعل لكم مصيبتكم. هيا ورايا أيها الرديد. رعديد أيها الرديد. أيها الرديد. ألا يسمع هذا؟ رعديد. تصرفوا. رعديد، ماذا تعمل هنا يا رعديد؟ إني أتعلم الهندسة مثلك. ماذا؟ تتعلم الهندسة مثل أيها الرعين؟ إني لا أظن أن نهايتنا جميعا ستكون على يدك. عيال كذا بس. الآن أنتما جاهزان؟ نعم جاهزان. إلى أين ستذهبان؟ سنذهب للبحث عن الطرف الثالث لتنفيذ العملية. وأنتما استعدا لعمل اللازم فور وصولنا إلى هنا. هيا بنا. ولا يهمك، إنك رعديد أهبل، وإنك أرعن غبي.
الأرض. إلى أين يا جماعة؟ امشي طوالي. حاضر. شكله طيب. على ما يبدو ذلك. تكلم معه، تكلم. شوف يا سواق، نحن نريدك من الآن وحتى نهاية النهار، وسندفع لك المبلغ الذي تريده. إنه لمن دواعي سرور، ولكن يجب علي بعد حوالي نصف ساعة أن أذهب لإحضار ابنتي من المدرسة.